تعرفوا ان عسكر مصر خونة؟ ازاي؟ شبه جزيرة سيناء 61 ألف كيلو متر مربع، يعني ايه؟ تلت مساحة مصر. طب يعني ايه؟ يعني 61 ألف كيلو متر مربع يعني قد إسرائيل 3 مرات. إسرائيل 22 ألف كيلو متر مربع. إسرائيل الدخل السنوي في 2026 720 مليار دولار في سنة واحدة. 720 مليار دولار. احنا شبه جزيرة سيناء بتطلع لنا قد ايه؟ للأسف شوية الفشلة، شوية العسكر بيبيعوا الخامات اللي فيها زي ما هي، فوسفات زي ما هو، دهب زي ما هو، منجنيز زي ما هو، رملة بيضة اللي هي من أفضل وأنقى أنواع الرمال في العالم، اللي موجود منها منطقتين بس في العالم، أبو زنيمة عندنا في سينا وغرب أمريكا، واللي عندنا أفضل وأنقى اللي بيتعمل بيها شاشات التليفون، شاشات الكمبيوتر، ألواح الشمسية، اللي هو التن بعد ما بيطلع ويستخدم بيوصل ل 22 ألف دولار، اللي العسكر بيبيعوه التن الخام بتاعه كرملة بكام؟ ب20 دولار. شوفوا شوية الفشلة بيعملوا ايه فينا. ده على سبيل المثال في حاجة واحدة بس. سينا فيها سياحة علاجية، سينا فيها آثار، سينا تقدر تسدد ديون مصر كلها وتغني المصريين، أقسم بالله. سينا ممكن يتوزع عليها من 15 ل 20 مليون مصري يستفيدوا كسياحة، كمصانع تتعمل على المواد الخام اللي موجودة فيها جواها. تمام كده؟ على السياحة العلاجية. سينا فيها خيرات الدنيا كلها موجودة فيها. فأنا دلوقتي في حاجتين منعين المصريين إن هم ينتشروا ويقعدوا في سينا ويشتغلوا في سينا ويعيشوا في سينا. إيه هم؟ أول حاجة ابن زايد شيطان العرب، طبعا عشان جبل علي في دبي يشتغل، اللي بيحقق لهم أكتر من 60 مليار دولار في السنة. لو قناة السويس اشتغلنا عليها وعملنا صناعات جنبها، طبعا جبل علي هيقفل. دي رقم واحد. رقم اتنين، إسرائيل مش عايزاك إنك تتواجد في قلب سينا. سينا حاليا فيها تقريبا 700 ألف مصري. تمام كده؟ ده اللي على الورق، وأنا أعتقد إن هم أقل من كده. ده اللي على الورق 700 ألف مصري من كام؟ من تقريبا 120 مليون مصري، اللي هي تلت مساحة مصر، اللي هي قد الكويت وقطر مرتين، اللي هي قد إسرائيل 3 مرات. قد إسرائيل اللي بتدخل 720 مليار دولار في السنة، سينا قدها 3 مرات. كامب ديفيد مكبلانا، العسكر بيستسهل وبيبيع ثروات البلد ببلاش، في حين ان سينا لوحدها تقدر تسدد ديوننا وتقدر تغني المصريين، ويبقى المصري نفس عيشة الخليجي، وان شاء الله رب العالمين احسن واحسن واحسن. اتمنى ان يزول حكم العسكر، واتمنى ان مصر ترجع للمصريين باذن الله.